ساعات الجراحه والقسطره نتيجتهم متقاربه، بس الفرق في ان القسطره مثلا مفيش سكار، مفيش فتح. السكار ده بيفضل رغم انه حاجه بسيطه، لانه بيفضل قاعد عامل ضغط على الاهل وعلى الطفل، مش هيقعد في المستشفى غير يوم واحد ويروح تاني يوم، بينما في الجراحه ممكن يقعد 2 أو 3 أو 5 أو اكتر. طب يا دكتور، احنا دلوقتي عندنا 3 طرق للعلاج، يا اما دواء يا اما قسطره يا اما جراحه. وفي طريقه رابعه انه مفيش حاجه خالص، ريأشورنس. في حالات كتير دلوقتي بقت القسطره هي الاجابه رقم 1 وبتغني عن الجراحه، زي مثلا الثقوب الاذينيه معظمها او 90% منها ينفع يتقفل بالقسطره. طب ايه الفرق الجوهري بين القسطره والجراحه؟ بتختلف على حسب التشخيص. معظم الحالات بتبقى نسب النجاح عاليه، يعني تقارب 97-99%، فنص المعلومه صحيح ونصها. انما هل كل الاساطر العلاجيه جزء من خطه العلاج ويتبعها جراحه؟ دي كلمه مش حقيقيه. طب ايه مثلا اكتر خوف بيبقى شائع عند الاهل وحضرتك بتبقى شايفه مش منطقي؟ اعتقد يعني ما ينفعش واحد يدخل يعمل قسطره نسبه نجاحها 50%. اكيد. انما لو قسطره مثلا نسبه نجاحها 80% وفي فيلير ريت مثلا 10% او 20%، في الحاله دي لازم يبقى واضح مع الاهل ويفهمهم لو حصل فيلير واتس نيكست، ايه اللي هنعمله بعد كده.